عشان الرياضة في مصر تنجح، اللي يجي ده لو نجح لازم زي ما بتصرف للعيبة اللي بتحقق ميداليات مكافآت، تصرف لرئيس الاتحاد والتيم اللي معاه مكافآت، فلوس، مكافآت مادية. يعني انت الثيوري اللي بتقول ان لازم الاتحادات تبقى مش بالتطوع. ولا فيش لا تطوع. طبعا، دي شغلانه شغلانة بس مش شغلانة تقبض كل شهر. لا وتفر بقى كل لا شهر كل لا سنه لا ليه آخر بقى؟ السنة. ليه انا مش داخل موظف، ما انا النهارده الشهر ده قبضت فانا قاعد ايه هقعد اطول نفسي؟ لا، انت هتتحاسب اخر السنه. KPIs وهنحاسبك انا عليها هاخد اخر السنه. انسنتيف بلان. انت اخر السنه حققت، جبت ميداليات اولمبيه، يتصرف لك مكافاه زيك زي اللعيبه، والتيم اللي معاك يتصرف له مكافآت بالكامل. انت عايز تحقق ولا مش عايز تحقق؟ طب سؤال، هل انت مع مدرسه الرئيس الاتحاد اللي هو بيحط ايده في كل شيء، ولا انا يا جماعه جاي ارسم سياسات وخطط واهداف؟ المفروض بقى ان في مدير تنفيذي للاتحاد وفي ناس بتشتغل في الاتحاد ومدير الاتحاد، دول اللي يشتغلوا. يعني الشغل اليومي الاوبريشن مش انا اللي اعمله طبعا. انما انا راجل جاي ارسم سياسه، طبعا ارسم اهداف على 4 سنين. طبعا. انما ما تجيش تقول لي لازم اروح كل يوم. كل يوم ايه؟ مش كل يوم. لا، انا عندي شغل وعندي حياتي ما هو انت ليه انت بتروح كل يوم؟ عشان اللي تحتيك ملط. عشان انت جايب ناس ملط، جايب واحد مدير مالي بتديله 3000 جنيه. ايوه طبعا خلاص شكرا، بيصلي الظهر ويروح. طبعا. وجايب مدير تنفيذي بتديله 7000 جنيه. ايه يعني؟ طب الميزانيه بتيجي منين يا خالد اصلا؟ دلوقتي بقى في سبونسرز يعني ليتلي بقى في سبونسر. طب هايل والله. وحاجات لوكال براندز ولا حاجات؟ لا الحاجات البنوك يعني، اتحاد تايكوندو فيه بنك. طب والله برافو، بنك وطني يعني. هو طبعا عشان هدايا وسيف يعني دول حطوا اللعبه في حته برضو طبعا بقت بس متشافه مهما دفع مش هيغطي حاجه. هو لا بيغطي جزء، لا شايل جزء كبير 50% مثلا، مش ممكن اقل بقول لك يعني بالنسبه للميزانيه اللي انا سمعته. انا طبعا استقلت من الاتحاد، من المجلس دوت من حوالي 3 سنين يعني سنه 22 استقلت يعني. ما بقتش عارف الفلوس قد ايه وتصرف قد ايه، لكن اللي احنا سمعناه اللي اتصرف، لا هو ممكن يكون السبونسر دافع مثلا 40% منه مثلا. طب هو ينفع؟ وده رقم كويس جدا 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 جدا. هو ده اللي خلينا نقول لك 50% ده ماكسيمم يعني. طب هو ينفع ان الالعاب اللي الاتحادات بيبقى عندها قله موارد دي، ينفع انه يبقى شويه التفكير كده زي ما بيقولوا كده اوت اوف ذا بوكس، انه الانديه اللي فيها الالعاب دي بتمارس باشتراكات شهريه، وده اللي بيحصل في معظم الانديه، ممكن يحصل ريبيت من الاشتراك ده يروح للاتحاد من جميع الانديه اللي بتمثل الجمعيه العموميه، فيبقى في ريفينيو ستريم يمشي الدنيا. هل ليه الاتحادات ما فكرتش انها تعمل بوليس تامين لكل اللعيبه اللي بتلعب معاها بكلام فاضي، ويبقى في جزء من قيمه والقسط بتاع بوليس التامين بيروح للبتاع؟ يعني انت لو اي لعيب دفع 50 جنيه وتامن عليه، ال 50 لو بقى 75 و 25 جنيه بيروحوا للاتحاد، فعدد الممارسين للرياضه على مستوى جمهوريه مصر العربيه دي فلوس كتير جدا. خد بالك انت بتتكلم على 50. احنا ما بنفكرش يعني هو بس انا عايز افهم بس اي تفكير ايجابي يجيب واي نوت. ليه الناس بقى بتشوفه صعب يا خالد؟ يعني ليه لازم واحنا قاعدين كده يعني الله حلوه الفكره دي يا خالد على فكره؟ طب انت يعني الفكره اللي انت قلتها بتاعت ان رئيس واحد طبعا فكره جامده جدا. طبعا. طب هو ليه ده ما يحصلش يعني؟ ما هو عشان ده يحصل اللي هيقر ده الجمعيه العموميه بتاعت الاتحاد. فانت عشان تجيب الجمعيه العموميه تقول لهم يا جماعه احنا هنشيل كل اعضاء مجلس الاداره، لا المصالح هيبقى رئيس. طبعا لا. مين هيوافق على الكلام ده؟ محدش هيوافق. صعب قوي ان حد يوافق. قد تلاقي داعمين مثلا من ضمن لو انت عندك 50 واحد في الجمعيه العموميه 3-4 فاهمين الفكره. طب قرار وزير الشباب والرياضه. الشباب والرياضه ده تدخل حكومي. يعني انت وزير الشباب والرياضه لا يستطيع ان يتدخل في سياسات الاتحاد. طب رئيس اللجنه الاولمبيه ولا رئيس اللجنه الاولمبيه. يعني ما فيش حد يغير القانون ده؟ اللي غير اللائحه، اللي غير لائحه اي اتحاد جمعيتها العموميه. والجمعيات العموميه للاسف مش فاضيه. يعني الانديه، هو انا يعني احنا نادينا احنا عنده مشاكله،
فهو مش فاضي يدرس لا مشاكلك. تدخلني في الاتحاد أنا الكورة. مالي. انا مالي. انا مش أجيلك انا الانتخابات انا هاجي بالكتير. اقول لك انت عايز ايه، عايز كده حاضر. هبعت لك بس. نهنوش بالكتير ينتخب. ايوه. هبعت لك نهنوش ينتخب. معنى اللي انت بتقوله ده مفيش فايده. عايزة عمر كتير. ما هي عايزه دي بلوكت. لا، عايزة سنين. عايزه، لا مش سنين، لا هي مش عايزه سنين، هي عايزه توجه دوله. يعني كلنا احنا بنفكر كده. ما انت لو صناعه ابطال قلب ميداليات. ما انت لما تقول النهارده الرئيس بيوجه، رئيس الدوله بيوجه مثلا غرفه مش عارف ايه او وزاره ايه لكذا، بيوجه، فالدوله كلها بتتوجه للفكر ده. صح. والاهتمام الرئاسي بينعكس على الوزارات المختلفة على كل حاجة. فالنهاردة لو التوجه ده بالفكر ده بقى جاي من الرئاسة، بقى ده فكر الدولة، طبعا الدنيا تتحسن.